السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وأحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي يا عم، صلي على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد. وبسم الله الرحمن الرحيم. والزمالك يفوز على الجونة برباعية مقابل هدف في مباراة الدوري، ويصعد يعني يصعد درجة كده يخش في وصيف جدول الدوري. هتقول لي يا عم وانت مالك ومال الزمالك؟ يا عم انا بقول لك يعني مباراه ملخصها، انا ما اتفرجتش يعني على المباراه قوي او اتفرجت على حتت مقتطفات كده، لكن يعني الزمالك ملخص الموضوع. الزمالك يفوز على الجونه بنتيجه 4-1 في الدوري، ويصعد طبعا ويكون وصيف جدول الدوري بعد بيراميدز. البيراميدز اللي 21 يتساوى الزمالك مع الاهلي في وصافه جدول الدوري ب 20 نقطه، وبيراميدز 21 نقطه. ده بالنسبة لجدول الدوري وبالنسبة لمباراة الزمالك والجونة. الحاجة التانية، الصفقة التالتة اللي أعلن عليها الأهلي بالأمس، لكن كانت طبعا مع المباراة فاتشحنا طبعا مع جو المباراة وبتاع، فما قدرناش إن احنا نتكلم على الصفقة الجديدة. أحمد هاشم اللي جاي، اللي كان من ناشئين نادي الزمالك ورحل بعد كده لبتروجيت وبيلعب مركز 6. واللاعب ده هو بيلعب مركز 6، لكن تبص على وظايفه وشغله في أرضية الملعب تحسه بيلعب 8. هتقول لي ازاي يا عم؟ يعني واحد بيلعب 6 هيحس انه بيلعب 8 ازاي؟ اللاعب عنده تحركات، عنده رؤية في الملعب، بيقدر ان هو يلف ويتحرك لقدام، عشان بقى عندنا نص ملعب بيرجعوا لورا كتير قوي. ده بيقدر يعمل اسكان للملعب من قدام، ويقدر يقف ويقدر يمرر من هنا لهناك. فتحس ان وظايفه هو مركز 6، بس تحس ان وظايفه وطريقة لعبه مديه على مركز 8. اللاعب ده لو استمر وخد شكل بمركز اساسي في داخل جدران النادي الاهلي او داخل سكواد النادي الاهلي، هتشوفه هيكون موجود في منتخب مصر بسهوله جدا. لكن بتعتمد طبعا على عقليه اللاعب، على القماشه بتاعت اللاعب، هل هيقدر ينسجم مع الاهلي، هل هو هيقدر يعمل حاجه ولا لا. لكن لو هتتكلم على كواليتي احمد هاشم وانه يجي النادي الاهلي، ايه المميزات اللي خليته يجي النادي الاهلي؟ لا، لاعب وسط ملعب زي ما قال الكتاب. فنتمنى ليه التوفيق باذن الله داخل النادي الاهلي، ونتمنى نهدي الشياط شويه اللي زاد بشكل كبير جدا بعد التعاقد مع احمد هاشم، وسماع في 100 عقبه ان بن شرقي على اعتاب النادي الاهلي وبنسبه 99% جاي النادي الاهلي النهارده. يعني هيتم الاعلان عن الصفقه النهارده يا بكره. فالشياط زاد اكتر. الشياط زاد اكتر في مباراه الاهلي وبيراميدز امبارح، اللي الاعلام والناس كلها مش قادره تتكلم. يقول لك ان الاهلي موجه وبتاع. طب لما الاهلي موجه انت مش عارف تركب الدوري ليه لحد دلوقتي؟ لما الاهلي موجه، لما هو لعب 10 ماتشات كسبان منهم 5 ومتعادل 5، انت مش عارف تركب الدوري ليه؟ انت بتلعب بعد الاهلي بيوم، يعني الاهلي بيلعب انت بتلعب بعديه بيوم. الاهلي بيبقى متعادل انت بتروح تخسر، الاهلي بيبقى متعادل انت بتروح تتعادل. فدي مشكلتك انت، مش مشكله الاهلي. مش مشكله الاهلي موجه ازاي، ولا انت اللي مش عارفين؟ ايوه، الحجج والاعذار والمؤامرات وجو المؤامرات صح. زي ما في واحد عندكم من قلبكم بيشجعكم، او واحد انتوا عارفين بينزل بوستات مستفزه قوي، قال لك ان احنا في لايف تقريبا او حاجه زي كده، قال لك ان احنا مش مظلومين ولا حاجه، لكن احنا بندعي المظلوميه عشان ناخد اكتر من حقوقنا. وده اللي بيشوفه، وهي دي العقليه اللي الواحد بيتعامل معاها في الكوره. مع احترامي لكل الناس اللي عقليتها والناس اللي فهماني بشكل كبير جدا، والناس اللي بتشجع بعقلانيه. بن شرقي جه الزمالك، ما جبتوش ليه يا عم؟ ما كانت الموسم اللي فات او الانتقالات اللي فاتت بن شرقي يقترب من الزمالك والعوده للزمالك، ما جبتوش ليه؟ ما جاش. طب احمد هاشم ده انت ماشيه من عندك من النادي، لا اصل في كوبري بقى والشغل المؤامرات والشغله دي. فتبص تلاقي العقليه اللي انت بتتعامل معاها يعني. طب انا هعمل لك ايه؟ طيب ما تعاقدش مع لعيبه عشان خاطر سواد عينك يعني.
طب امام عاشور اللي جه النادي الاهلي، امام عاشور قال لك ان انا كنت بكلم ورفعت تليفونات على ناس في نادي الزمالك عشان ارجع على نادي الزمالك، وهم اللي ما حلوش معايا وما خلصوش. فبالتالي لما كلمني الاهلي ما رفضش الاهلي، عرض الاهلي ما يترفضش. محتاج منه ايه تاني؟ طيب يعمل لك ايه؟ بطل كوره يقعد في بيتهم عشان خاطر ما يلعبلكش؟ ما هو برضه بالعقل. زيزو، في كلام ان زيزو جاي الاهلي. طب يا عم ده الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ طب ما تخلص معاه، ما هو لسه عندك في النادي، يعني هو لسه بيلعب لك، هو لسه عندك في النادي، ما تجدد له وتخلص. لا اصل هو بيطلب، دي مشكلتك انت بقى، انك مش قادر تسيطر على اللاعب اللي عندك وتقول له ان انا ميزانيتي قد كده. طب جاي معاك، جاي مش جاي معاك، عرض للبيع واتكل على الله. فما تقعدش المؤامرات والمظلوميات دي ما تقعدش تبني عليها مستقبلك، لانك انت مش هتنجح بالطريقه دي، مش هتنجح، واحنا مش عايزينك تنجح. خليك كده، خليك زي ما انت كده. طول ما العقليه دي كده، طول ما احنا هنفضلوا راكبين القاره، وطول يعني انت لو قعدت سنين ضوئيه تاخد بطولات عمرك ما هتوصل لربع حاجه وصل لها الاهلي، ربع حاجه وصل لها الاهلي، وهتفضل دي العقليه. سلام.